السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في المغرب كثر لدينا أدعياء النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، أدعياء المدينة الفاضلة أو جمهورية أفلاطون. ناس عندنا في بلادنا كتوزع صكوك الغفران يمنة ويسرى، فلان شافر، فلان كيدير، فلان كيسرق، فلان كيعمل، وتا واحد فهادو عمر قدم شي مستند او شي دليل او شي حجة او شي وثيقة من اجل محاسبة داك الشخص. بحال هاد ادعياء المدينة الفاضلة واللي ما فاهمينش انه راه الانسان مستخلف على اساس الابتلاء في هذه الارض من طرف الله عز وجل. ما فاهمينش ديك المسألة ديال ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. دابا كمغربي من كتجي مثلا الناس تقول لهم الله يهديكم، هاد الشخص راه كيهيج فيكم، هاد الشخص محرض، هاد الشخص الى اخره، ما كيقبلوهاش ما كيفهموهاش. كتقول لهم مثلا ان مسألة الفساد راه ما كايناش غير في المغرب، راه خود اي دولة في العالم راه فيها فساد، تبغي او تكره هذا الشيء واقع بخاطرك ماشي بخاطرك، شيء واقع. أنا نعطي مثال بسيط على ذلك. مثلا في أيام كورونا، مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك دليل على اختلاس 200 مليار ديال الدولار. تخيل معايا مثلا 200 مليار ديال الدولار، هذا المبلغ هذا اللي تم اختلاسه في أيام كورونا، إلا جينا نقارنه بحجم الاقتصاد المغربي، هو يضاعف حجم الاقتصاد المغربي بمرة ونصف. مثلا حجم الاقتصاد المغربي هو واحد 120 مليار ديال الدولار، المبلغ الذي تم اختلاسه هو 200 مليار. إذن هنا علاش كندويو على أنه راه لا يوجد على مستوى العالم مكان هو أشبه بالمدينة الفاضلة. هذا رد على دعاة النزاهة والشفافية، دوك اللي كينطلقوا من واحد المنطلق أن الدنيا خص يكون فيها غير الخير، أنه والمشكل الإشكال في دعواهم أنها دعوة كاذبة. دائما وفق الدين، وفق العقل، وفق المنطق، باتفاق مختلف المرجعيات ومختلف مشاربهم، سنة الله في الكون أن هناك خير وهناك شر. لكن هاد أدعياء التعفف، أدعياء النزاهة، أدعياء المعارضة، اللي هم في الأصل مجرد طوابير خبيثة، هادو يحلمون بما لا يمكن، يحلمون بالمدينة الفاضلة. المدينة الفاضلة ما هي؟ هي عبارة عن موضوع من أشهر المواضيع الفلسفية التي أثارها الفيلسوف أفلاطون في فلسفته. هي مدينة خالية يحلم بأن يسكنها أناس طيبون يعيشون في حب وسلام ووئام. لا يوجد في هذه المدينة لا غل لا حقد لا حسد. أفلاطون أين ذكر هذا أو أين تحدث عن المدينة الفاضلة؟ تحدث عنه في كتابه الذي اسمه الجمهورية. للأسف عندنا ناس أدعياء المعارضة إلى آخره وأدعياء الشفافية وصكوك الغفران إلى آخره يتحدثون بمنطق أفلاطون وبمنطق كتاب الجمهورية. وبطبيعة الحال مسألة المدينة الفاضلة ليس أفلاطون هو أول واحد من تكلم عنها، لكن هناك العديد من أتى بعد أفلاطون وتحدث عنها. شيء اسمه المدينة الفاضلة أو كل ما يتمناه المرء بطبيعة الحال
يصعب إدراكه وتأتي الرياح بملة الشاي السخن. أنا كنقول دوك أدعياء المعارضة، دوك اللي باركين عليك الفساد ما الفساد إلى آخره، دوك اللي رافعين لوغو الديمقراطية، رافعين لوغو حرية التعبير، رافعين لوغو محاربة الفساد، كنقول لهم دعواكم دعوة كاذبة، دعواكم هي مجرد شعار. نتوما هما أكبر مفسدين في هذه الأرض، وكيف ما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدق الله العظيم. وهنا غنوصلوا لنهاية هذه الحلقة. إلا بغى شي واحد ندوي على المدينة الفاضلة وكتاب الجمهورية ديال أفلاطون وكيفاش يرى أفلاطون المدينة الفاضلة وكيف يتخيلها ويتصورها، يخلي لي تعليق بخصوص الموضوع وانا نتكلم عليه في حلقة مقبلة ان شاء الله. اعناكم الله ونشوفكم في لقاء مقبل ان شاء الله.